اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين مستمعي اذاعه علشان بلدنا. معاكم خالد حسنين وحلقه جديده من حلقات برنامجنا شباب حول الرسول. كل واحد فينا لما بيحب شخص بشده بيحاول يقرب منه ويتعرف عليه، يعرف طباعه عشان ما يفارقهوش لحظه. طيب انا لو مش قادر اوصله بحاول اعرف ايه صفاته وخصاله وتحركاته وافعاله، ازاي كان بيتكلم، ازاي كان بيضحك، ازاي كان بيتعامل مع الناس علشان اقلده. طيب لو قلنا مين بيحب النبي اكيد طبعا كلنا هنقول احنا. طيب اللي بيحب حد حب شديد مش لازم يعرفه كويس علشان يعرف يقتدي بيه، صح؟ النهارده في الحلقه دي هنطوف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ونتعرف عليه اكتر في اولى فقرات برنامج النهارده. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. خليكم معانا في اولى فقرات البرنامج. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة علشان بلدنا، مكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. أولى فقرات البرنامج وهي بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا حابين نتعرف على النبي، نتقرب منه، نتعرض لشمائله الكريمة، لنشرب من هذا البحر الأخلاقي الذي كلما شربنا منه ازددنا ظمأ لأنواره وأسراره وازددنا طمعا في محبته صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن علم النبي. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع العلم عظيم الفهم، أفض الله تعالى على يديه العلوم الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة، فقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في الأثر: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني ربنا ما بيتخذش ولي جاهل، فكيف بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي كان أحب الخلق إلى الله عز وجل؟ الشيء الوحيد اللي طلب منه النبي إنه يدعو بالاستزادة منه هو العلم، لما قال: وقل رب زدني علما، سورة طه. وعلى فكرة حظك من العلم بيتناسب مع مكانتك عند الله عز وجل. كلما كنت على قدر من العلم كلما ارتفعت مكانتك عند الله عز وجل، والعكس صحيح. طيب زي ما للعلم أهمية بالغة لازم يكون لصاحب العلم قدر من البلاغة، ودي صفة حاز منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ الأوفر. النبي كان بيتكلم أطول الكلام في جمل صغيرة، كان بليغ، كان عالم. قد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، كما قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد. وده ما كانش فخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كان تقرير لحقيقة ثابتة. وكيف لا يكون أفصح العرب وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى قلبه نزل القرآن العظيم؟ فقد رباه رب العالمين ونشأ وترعرع بين عرب فصحاء معربين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل الكلام البسيط في موضع البساطة، والمقصور في موضع القصر. هجر الغريب والغير مألوف وابتعد عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، شيد بالتأييد ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام. ولم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معانا بعض النماذج من بلاغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان في نماذج كتير جدا من كلام النبي بتدل على بلاغته وفصاحته، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، والناس معادن، وما هلك امرئ عرف قدره، والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، وكذلك رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. في بعض الكلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم سبق ليها ومحدش قالها قبله خالص. الكلمات دي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ده مثل مشهور كتير من الناس بيستخدموه اليومين دول. والسعيد من وعظ بغيره، وكذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دول كانوا جانبين مشرقين من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قدوتنا وأسوتنا فلازم نتعلم منه. طيب معانا الفقرة الثانية من البرنامج، شخصية من أحد شباب الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة. نشوف قصة حياته ونشوف بعض صفاته الشخصية، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.
ورجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا، مكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. قلنا قبل الفاصل إن إحنا هنتكلم عن شخصية بتتناسب مع موضوع الفقرة الأولى وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم. معانا شخصية حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس الذي كان يقال له نعمة ترجمان القرآن أنت. سيدنا عبد الله بن عباس هو ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد المطلب بن هاشم اللي هو والد سيدنا عبد الله بن عباس. هو أكبر ولد عبد المطلب، ولد بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها وآل البيت كانوا بالشعب، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه أول ما اتولد، وده كان قبل الهجرة ب3 سنين. على الرغم من أنه لم يجاوز 13 سنة من عمره يوم ما مات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يضيع من طفولته الواعية يوما دون أن يشهد مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه ما يقول. وقد أدناه الرسول صلى الله عليه وسلم منه وهو طفل، ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أدرك ابن عباس أنه خلق للعلم والمعرفة. يشبه سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن الزبير في أنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام، ومات الرسول الكريم قبل أن يبلغ ابن عباس سن الرجولة، لكنه هو الآخر تلقى في حداثته كل خامات رجولته ومبادئ حياته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوة إيمانه وبخلقه وبغزارة علمه أخذ ابن عباس مكانا عاليا بين الرجال حول الرسول. ورد في فضل سيدنا عبد الله بن عباس أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترجمان القرآن، وسمع نجوى جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له الرسول الكريم مرتين. وكان ابن عباس يقول: نحن أهل البيت شجرة النبوة ومختلف الملائكة، أهل بيت الرسالة، أهل بيت الرحمة ومعدن العلم. وقال أيضا سيدنا عبد الله بن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. سيدنا عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرأف أمتي بها أبو بكر، وإن أصلبها في أمر الله لعمر، وإن أشدها حياء لعثمان، وإن أقرأها لأبي، وإن أفرضها لزيد، وإن أقضاها لعلي، وإن أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ، وإن أصدقها لهجة لأبو ذر، وإن أمير هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص على مشورة سيدنا عبد الله بن عباس، وكان يلقبه بفتى الكهول، وكان يفتي في عهد سيدنا عمر وعهد سيدنا عثمان إلى يوم مات. بعد ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حرص ابن عباس على أن يتعلم من أصحاب الرسول السابقين ما فاته سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عن نفسه: إن كنت لا أسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما قيل عن ابن عباس قال عنه سيدنا علي بن أبي طالب: إنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق لعقله وفطنته في الأمور. وصفه سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. وصفه سيدنا مسلم من البصرة أنه آخذ ب3 تارك ل3، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، وتارك المراء ومصادقة اللئام وما يعتذر منه. معانا موقفين الاتنين أجمل من بعض من حياة سيدنا عبد الله بن عباس. الموقف الأول بيدل على تنوع ثقافة سيدنا عبد الله بن عباس. حدث أحد الصحابة المعاصرين لسيدنا عبد الله بن عباس فقال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به فخرا. رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، وقال: اخرج إليهم فادع من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله. خرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم، ثم قال لهم: إخوانكم، فخرجوا ليفسحوا لغيرهم، ثم قال: اخرج فادع لي من يسأل عن الحلال والحرام. الأوائل كانوا بيسألوا عن القرآن وتأويله، ودلوقتي بيقول: ادعي لي اللي عايز يتعلم الحلال والحرام. فخرج الصحابي الجليل وأدخل عليه من يريد أن يتعلم الحلال والحرام، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم، ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. بعد كده دعا اللي بيسألوا عن الفرائض، حصل معاهم نفس الموضوع، يدخلوا يملأوا البيت يسألوا، كل واحد بيسأل عن حاجة، سيدنا عبد الله بن عباس بيجيبه. ده كان في الفرائض.
وبعدين قال له ادعو من يريد أن يسأل عن اللغة العربية وعن الشعر. دخلوا وملأوا البيت، سألوا عن كل شيء ويخبرهم ويزيدهم سيدنا عبد الله بن عباس. ده بيدل على تنوع ثقافة سيدنا عبد الله بن عباس. الموقف الثاني موقف جميل جدا برضه، بيدل على حسن الخلق وعلى أخلاق العلماء. ركب سيدنا زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بلجام فرسه، قال له سيدنا زيد بن ثابت: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يديك. فطلع إيده سيدنا عبد الله بن عباس فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. في آخر عمره كف بصره سيدنا عبد الله بن عباس، وفي عامه 71 دعي للقاء ربه العظيم، ودفن في مدينة الطائف سنة 68 هجرية. رحم الله حبر هذه الأمة ومجاهدها وفقيهها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا بأمثاله من شباب المسلمين. نشوف هنتعلم إيه من قصة حياة سيدنا عبد الله بن عباس، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا. مكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. اتكلمنا قبل الفاصل عن قصة حياة سيدنا عبد الله بن عباس، وقلنا عايزين نشوف نتعلم إيه من شخصيته. نقدر نتعلم من الشخصية اللي كنا بنتكلم عنها دي العلم، الجهاد، الذكاء، الورع، التواضع، حسن الكلام، وكذلك حسن السكوت. نقدر كذلك نتعلم منه التنوع في العلوم، يعني الواحد ما يقتصرش على علم واحد أو فرع واحد من فروع العلم، ولكن لابد أن يتعلم شيء عن كل شيء ويتعلم كل شيء عن شيء. لسه كتير في قصة حياة سيدنا عبد الله بن عباس، لكن خلونا نسمع منكم. يا ريت تبعتوا لنا على جروب برنامجنا برنامج شباب حول الرسول، وكذلك جروب إذاعة علشان بلدنا. كده بتنتهي حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. تقبلوا تحياتي من إذاعة علشان بلدنا. كان معاكم خالد حسنين، والسلام عليكم.